السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم طريقة عمل كعك العيد أو الناعم السوداني بوصفة بسيطة ووصفة لذيذة. كعك هش ودايب. نبتدي بسم الله. طريقة التحضير: هبتدي بتدويب الزبدة. وضعت حلة على النار، أضيف 1000 جرام من الزبدة الغير مالحة، أي كيلو من الزبدة. وضعت الزبدة على النار، نخفض النار حتى تذوب الزبدة تماما، طبعا على نار منخفضة حتى ما تحترق. بعد 10 دقايق تقريبا زي ما شايفين الزبدة دابت. هخفض النار وأتركها 7 دقايق تاني على نار منخفضة حتى يتبخر الحليب الموجود في الزبدة، ونحرك باستمرار. نحرك حتى يكون لون الزبدة لون شفاف ويتبخر الحليب الموجود. زي ما شايفين بعد 17 دقيقة صارت الزبدة جاهزة دايبة. على إناء كبير 1.5 كيلو من الدقيق، دقيق أبيض لجميع الاستخدامات أو دقيق رقم 1. أنخل الدقيق أو نغربله. دايما نغربل الدقيق أثناء التحضير، يعني ما نغربله مسبغا ونتركه، لا، نغربله أثناء التحضير. بعد ما نخلت كيلو من الدقيق حاضيف نصف كيلو تاني، كمية الدقيق كاملة 1.5 كيلو. بعد ما نخلت الدقيق هضيف ظرف من الفانيليا أي ما يعادل ملعقة صغيرة. أضيف ملعقة كبيرة من حبة البركة، وممكن تستبدلوا حبة البركة بالسمسم المحمص. هستخدم ملعقة الطعام العادية. أضيف ملعقة كبيرة وربع من الباكنج بودر. أخلط المكونات الجافة حتى يتداخل الباكنج بودر مع الدقيق. هعمل فراغ في الوسط. أضيف الزبدة الدايبة وهي سخنة. بعد ما أضفت الزبدة وهي سخنة هضيف 5 ملاعق كبيرة بملعقة الطعام العادية من الزبادي، نفس الملعقة اللي أنا قست بيها الباكنج بودر، أضفت بيها ملعقة كبيرة وربع.
أضيف 5 ملاعق كبيرة من الزبادي. الزبادي بارد والزبدة سخنة. أضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح. ندوب الملح مع الزبدة والزبادي. بعد ما أدوب الملح أخلط حتى يختلط الدقيق والمكونات الجافة مع الزبدة السخنة والزبادي. والطريقة دي طبعا تسمى طريقة عمل الكعك على الحار. من أنجح الطرق لعمل كعك العيد أو الكعك السوداني الناعم. زي ما شايفين ما شاء الله اتشرب الدقيق الزبدة السخنة مع الزبادي، وأخلط حتى تتماسك العجينة. طبعا ما زال سخن، بحاول أعجنه حتى تختلط جميع المكونات. زي ما شايفين العجينة هنا بقوام طري. كل ما أعجن كل ما تماسكت العجينة وصارت أكثف من كده يتشرب الدقيق المواد السائلة. نعجنها حتى تختلط جميع المكونات. زي ما شايفين ما شاء الله قوام العجينة قوام متماسك وناعم في نفس الوقت. زي ما شايفين ما شاء الله القوام متماسك وطري، وهو ده القوام المناسب لتشكيل عجينة الكعك. هعجن تقريبا من 3 ل5 دقائق حتى تكون العجينة متجانسة وناعمة. وبكده صارت العجينة جاهزة. هغطيها بنايلون حتى ما تنشف معاي أثناء التشكيل. نغطي وجه العجينة تماما وهاخد من الطرف حتى ما تنشف بهذه الطريقة. زي ما شايفين آخد قليل من العجينة. هشكل الكعك على مفرش من السيليكون حتى يكون تشكيله سهل. أفرد العجينة بهذه الطريقة. أفرد وأضغط في نفس الوقت. استخدم المفرد حتى يكون السطح متساوي من دون أي تشققات. استخدم مقطع دائري لتشكيل الكعك زي ما شايفين، والحجم ده مناسب حجم متوسط. هشكل الكعك على شكل دائري بهذه الطريقة. زي ما شايفين ما شاء الله العجينة ناعمة وطرية وتشكيلها سهل جدا من دون أي تعب. زي ما شايفين ما شاء الله الحبة موزونة ودائرية. الارتفاع تقريبا سنت.
طبعا بعد ما أخبزه في الفرن بيتضاعف حجم الكعك. هضعهم على صينية للخبز من دون ما أدهن الصينية. نضع حبات الكعك متباعدة لأنه حجمها في الفرن بيتضاعف. زي ما شايفين ما شاء الله منظره جميل جدا. طبعا لو حابين ممكن تشكلوه بشكل غير دائري، شكل مربع أو مثلث أو على شكل ورد. بعد ما شكلت الصينية ممتلئة تماما زي ما شايفين ما شاء الله، أدخل الفرن في الوسط، فرن محمى مسبقا درجة حرارة 200 من 12 ل 15 دقيقة حتى يتخبز الكعك. بعد 15 دقيقة طلعت الصينية من الفرن زي ما شايفين ما شاء الله مخبوزة ونكهتها لذيذة جدا. وزي ما شايفين ما شاء الله التحمير موحد. إذا حابين تحمير أكتر من كده اتركوها 17 دقيقة، أنا فقط تركتها في الفرن 220 15 دقيقة. أترك الصينية تبرد تماما حتى أطلع الكعك. بعد 10 دقايق على صينية وضعت فاين أو مناديل، وأطلع الكعك على المناديل حتى يتشرب أي كمية زايدة من الزبدة. زي ما شايفين ما شاء الله منظر الكعك جميل، وصراحة نكهته لذيذة، نكهة الفانيليا مع الزبدة وحبة البركة نكهة لذيذة جدا. وممكن تستبدلوا الزبدة بسمن بنفس المقادير، وحبة البركة ب2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص، وبنفس الطريقة ونفس الخطوات. زي ما شايفين ما شاء الله يعني في الصينية كمية كبيرة أكتر من نص الكيلو. هكرر نفس الطريقة حتى أكمل كامل الكمية. بعد ما خلصت كامل الكمية زي ما شايفين ما شاء الله كمية وفيرة وكمية كبيرة جدا. عمل الكيلو ونص معاي تقريبا 4 صواني. زي ما شايفين ما شاء الله كعك لذيذ وخفيف هش ودايب. هاتركه يبرد تماما. أضعه على صواني وضعت أسفل الصينية فاين حتى يتشرب الزبدة الزايدة. أتركه 2 ل3 ساعات حتى يبرد تماما. زي ما شايفين بعد ما وضعت على الصينية منظره جميل، وصراحة نكهته لذيذة جدا. زي ما شايفين ما شاء الله المنظر. بعد ما برد الكعك تماما هزينه بالسكر المطحون، نص كيلو من السكر البودرة أو السكر المطحون من دون أي إضافات. وزين الكعك بهذه الطريقة، نغمس الكعك في السكر البودرة
وأغطيها بالكامل بهذه الطريقة زي ما شايفين ما شاء الله. زي ما شايفين ما شاء الله اتغطت تماما بالسكر البودرة من دون ما تتشرب. أكرر نفس الطريقة، حزين تقريبا بالسكر ربع الكمية فقط. بعد ما زينتها زي ما شايفين ما شاء الله منظر الكعك جميل صراحة ولذيذ، بوصفة يعني بسيطة وسهلة، وصفة سريعة. زي ما شايفين ما شاء الله منظره لونه نظيف وجميل ونكهته كمان لذيذة صراحة. كعك هش ودايب ذوبان. دي كانت وصفتنا لليوم، طريقة عمل كعك العيد أو الناعم السوداني بوصفة بسيطة، وصفة لذيذة، وصفة سهلة وسريعة، كعك دايب ذوبان. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.